صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. شايفين العيش الابيض الجميل ده؟ حاجه كده في منتهى الجمال. وصفه بصراحه كلكم هتعتمدوها وتحفظوها عندكم، وطريقه عجينه سهله وطعم العجين حلو قوي. طعم العيش يعني هيعجبكم جدا جدا، في منتهى الجمال. تقدري كمان تعمليه اصغر من كده، العيش الشامي الصغير اللي بنجيبه بالسمسم دوت. طعمه بصراحه روعه. بس ما تنسيش بقى لايك وشير كده للفيديو وكومنتات كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ويلا بينا على طول نقول بسم الله ونبدأ بالطريقة. انا كان معايا نص كيلو بس من الدقيق، ونزلت عليهم كده بمعلقتين صغيرين من الخميرة، وكمان معلقتين صغيرين من السكر، ونص معلقة كده من الملح. وبعدين هنزل بمعلقتين كبار من السمسم، انا بحب طعم السمسم فيه وبصراحة بيخليه حلو جدا. ومعلقتين كمان كده كبار او كيس من اللبن البودر. وقلبيهم كده وانزلي بقى واعجني بالميه الدافيه. طبعا كميه الميه الدافيه على حسب نوع الدقيق اللي عندك. انا استخدمت على نص كيلو تقريبا كوبايه ونص. لمي بقى كده العجينه بالسباتلا، وبعد كده ابتدي اعجنيها بايدك لحد ما العجينه تلم معاكي كده. واول ما العجينه بتلم بالشكل ده، انا بنزل عليها كده بمعلقتين كبار من الزيت، وبلم العجينه وبعدين بسيبها بقى تختمر. انا سبتها ساعه الا ربع، غطيتها كده بورق فويل عشان تسخن، الجو ابتدى يسقع، وكمان بالغطا، وسبتها كده ساعه الا ربع تقريبا لحد ما بقت بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى العجينه عامله ازاي؟ بصراحه العجينه تحفه. بس كده. وعلى اي بقى سطح ابتدي رشه كده من الدقيق، وبعدين قرصي بقى العيش بتاعك على حسب حجم الرغيف. انا لما بعمله كمان اصغر من كده، صغير خالص كده زي الكايزر، بيبقى شكله حلو جدا وطعمه كمان حلو. بينفع الصبح للسندوتشات للاولاد، بينفع في العشاء، بينفع في الفطار. وصفه بصراحه في منتهى الجمال. هسيبه بس كده يرتاح 10 دقايق، وبعدين ببتدي ارص العجينه على حسب انت اول واحده قطعتيها، عشان ابدا كده بالترتيب اللي انا قطعت بيه في الاول. وبعدين بفردها، برش عليها كده رشه بسيطه جدا من الدقيق، وبفردها بقى كده بالنشابه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى بتفرد معاكي كده في منتهى السهوله. العجينه مختمره حلو جدا، وكمان سبتيها ترتاح. بعد ما قرصتيها انا بعمله كده بسمك نص سنتي تقريبا. اعمليه بقى كده. ويعني عايزه اقول لك نص كيلو دقيق عمل لنا كميه كلنا اتعشينا منها، وكمان اتبقى منه. شايفين بقى حلو ازاي؟ طاسه سخنه على النار، انا بعمله على النار من فوق. طاسه سخنه على النار، انا مش بدهنها اي حاجه، وبسيبه الاول 5 ثواني على الجهه اللي انا حطيته عليها يتشمع، وبعدين ببتدي اقلب الرغيف. بين كل رغيف ورغيف امسحي مسحه كده بالمنديل الطاسه عشان العيش ما يحرقش منك. شايفين بقى هنا العظمه؟ يعني بصراحة شكله حلو جدا، ريحة البيت كلها اتملت خبيز، وشكله وطعمه وريحته وكل حاجة في منتهى الجمال. مفيش بس غير البوتاجاز هيتبهدل منك بشوية الدقيق، بس والله طعم العيش يستاهل. بس كده وهنخلص كل الكمية. وابتدي بقى اعمليه بقى سندوتشات وكلوه هو سخن. مش قادرة اقول لكم يعني طعمه حلو ازاي. بصراحة باين يعني على شكل العيش يفتح النفس. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي شيماء. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. شايفين بقى العيش حلو ازاي، وبتفتح معاكي في منتهى السهولة، كله منتفخ كده، وحاجة يعني روعة. يلا بقى لايك كده وشير للفيديو، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. وباي باي.